السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير دايما. معانا كبدة هنشويها على الطاسة، يعني مش مشوية أو مش شويحة زي ما انتوا شايفين، عشان طبعا ايه الشوي بقى ايه على الجريل، على اسمه ايه، على الفحم. معانا بقى ايه كبدة شرايح زي ما انتوا شايفين كده، اوريها لكم اهو. بصوا اهي، خليه يقطع لكم، مش تخينة ولا رفيعة. اوكي، دي كبدة عادي يعني مستوردة مش بلدي. معانا بقى ايه ميه البصل، بتجيبي بصلايه وبتعصريها، ده نص كيلو كبده. هنروح ايه نحط ايه ميه البصل كده زي ما انتوا شايفين، ونحط عصره ليمونه، نحط إيه كمان ايه، معانا الزيت، معلقه زيت. نيجي بقى على التوابل، معانا ملح وكزبره وكمون وفلفل اسود وبابريكا وايه توم مفروم. نحط كل ده ونقلب الكبده كلها بكل التتبيله دي. في اسهل من كده بقى كبده؟ ربع ساعه حضري الطاسه بتاعتك او الجريل. بصوا كله كله، بصوا كده اتبلت، مش عايزين حاجه اكتر من كده. في اسهل من كده كبده؟ بصوا كله كله اهو. نسيبها بقى قد ايه يا جماعه؟ ما بتسيبش كتير، نص ساعه على حسب ما تعملي، ممكن تعمليها على طول. انا هسيبها نص ساعه، اغسل المواعين اللي عندي واشوحها على الطاسه كده. بص عملت ايه، وحطيتها عليها كيس ده بيتباع، كيس مليان ب10 جنيه ولا 15 جنيه. خلاص، مش اقول لكم حطيت ايه نقطه خل، حاجه بسيطه يعني، محبش احط خل كتير، كده كده حاطه ليمون. نحطها بقى في التلاجة، اسهل من كده مفيش. مستعجله تعمليها على طول، ما تحطهاش في التلاجة ولا نص ساعه ولا حاجه، على ما تسخني الطاسه بتاعتك او الجريل خلاص بقت جاهزه. في اسهل من كده؟ يلا بينا كده بقى مرحله الجريل. عشان نعمل ايه، نحط بقى ايه زبده، مكعب زبده بس، تبقى حكايه مع الكبده. ونبتدي بقى نحط الكبده بتاعتنا اللي احنا تبلناها، هي نص ساعه بس. ولو انتوا عايزين ينعى ريح واو، تكملوا معايا انتوا بقى تشموا الريحه. اما تجربوا بقى هتشموا الريحه بجد، وتقولوا ايه طريقتك واو جميله. بصوا، وطريقه بقى ما بتاخدش وقت معاكي، يعني بالسريع، ولا نقطع بقى بصل ولا فلفل ولا نعمل كبده اسكندراني. برضه الاسكندراني جميله، بس دي بقى ايه سريعه. سندوتش بقى وطحينه وحكايه بقى. بصوا احنا كده مش هنقلب فيها، هنسيبها لحد نقلبها على الناحيه التانيه. بنسيبها بس، تسيبي كده الكبده بتاعتك في الجريل او الطاسه اللي عندك ايا كان، صينيه عندك واسعه، نسيبها شويه وبعد كده نقلبها على الجنب التاني. كده نحليها نقلبها على الجنب التاني اهو. بصوا كده احنا ايه بنسيبها شويه، مش بنقلبها على طول اول ما نحطها. تاخد ايه، فاضل دي كمان، فاضل دول كمان، مش هتاخد حاجه، شويه كده هقفل عليها. لازم اللي هي بتشوحها دي وكأنها مشويه على الجريل، ان هي مبتاخدش حاجه، والزيت ده بقى بتخليها حكايه. بصوا كمان، نسيبها بقى لما تستوي نص ساعه. يلا بينا. بصوا الجمال،
كمان تقليبه مره تانية على الوجه التاني وخلاص الكبده بتاعتنا خلصت. بصوا بصوا زي ما بيقولوا الجوسي الطريه. بصوا 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 وريحتها واو. يلا بينا. وخلصنا الكبده المشويه. بصوا جمالها. بصوا. ومع طبعا الطحينه ومجهزين العيش معانا. بصوا لازم تجربوا الكبده المشويه دي، حكايه. احلى كبده مشويه دي ولا ايه؟ في ربع ساعه زي ما قلت لكم، ما خدتش وقت معايا خالص خالص خالص. لازم تجربوه. وما تنسوش تشتركوا في القناه وترنوا الجرس عشان يوصلكوا ايه كل جديد. يلا، السلام عليكم.